اهلا بيكو واليوم التاني من يوميات كاس العالم مع يوسف. النهارده كان عندنا 3 ماتشات مهمين جدا على الاقل في وجهة نظري الشخصية. اول ماتش وهبتدي بحلقة النهارده وهو ماتش انجلترا وايران. قبل الماتش كان في شكوك كتير قوي حول اداء المنتخب الانجليزي وقدرته على الصعود من مجموعته بارتياح، او يعني اللي هو يبقى مطمن كده، او مجموعته تبقى سهله. لكن في الماتش احنا شفنا نتيجة، يعني احنا شفنا الماتش خلص كام؟ 6-2 لانجلترا. اداء، تسجيل، كل حاجة. يمكن المخيب امالته هو اداء الدفاعي، لكن ده كنا متوقعينه في حيث لعب واحد زي داير وهاري ماجواير في خط الدفاع. طبيعي يبقى عندك ثغرات، يبقى عندك مشكلات. الماتش مش محتاج كلام عليه كتير قوي خالص، علشان الماتش زي ما قلت لكم يعني سيطرة طول الماتش لصالح المنتخب الانجليزي، وكام هجمة راح بيها المنتخب الايراني. وده طبعا الاسلوب اللي احنا عارفينه لكابتن منتخب الايران، وهو كارلوس كروش كان بيلعب معانا مع منتخب مصر بنفس الطريقة بنفس الاسلوب، اللي هو التكدس الدفاعي والانطلاقات بالهجمات المرتدة. وبعد يعتبر ما خلص الماتش ده اول ماتش في مجموعة انجلترا وويلز وامريكا وايران. والتاني ماتش معانا برضو من نفس المجموعة واللي هنتكلم عليه برضو في السريع، وهو ماتش امريكا وويلز. امريكا وويلز ماتش كان متقارب جدا، متكافئ بين الفرقتين بشكل يعني غير طبيعي. تقدم امريكا 1-0 في الشوط الاول، اخطر على المنتخب الويلزي، واللي بعديها حرفيا اصطفى وراح بكذا هجمه، وعرف يتعادل بعد كده ويخلص الماتش 1-1. بس كده وشوفوا